تعالوا نشتغل تحليل السيولة مع بعض، يلا بينا. طبعا علشان نتكلم على السيولة أو تحليل البروثرومبين تايم، زمن البروثرومبين، لازم نعرف هو إيه زمن البروثرومبين أو ال INR. زمن البروثرومبين هو فاكتور من ضمن عوامل التجلط اللي بتوجد في الجسم علشان تمنع التجلط. موانع التجلط موجودة في الجسم في صورة غير نشطة علشان ما يحصلش جلطات بشكل مستمر، ولكن بتتنشط في حالة وجود أي مشكلة تستدعي إن أنا أوقف النزيف. طيب عندنا مسارين للتجلط زي ما احنا شايفين، اكسترينسيك باسواي وانترينسيك باسواي. مجموعة من عوامل التجلط في الاكسترينسيك باسواي زي التيشو فاكتور رقم 3 بيتنشط، يقوم منشط فاكتور رقم 7 يدخل على منطقة تسمى بالكومون باسواي ينشط فاكتور 10. فاكتور 10 في وجود الفاكتور رقم 5 النشط والكالسيوم والليبيدز يقوم منشط البروثرومبين يحوله للثرومبين، الثرومبين يحول الفايبرينوجين لفايبرين وهي دي الجلطة. البروثرومبين يتحول لثرومبين، هو ده الجزء اللي احنا بنعمله، احنا بنعمل بروثرومبين تايم. فبالتالي زمن البروثرومبين هو بيقيم عوامل التجلط الموجودة في الاكسترينسيك باسواي، المسار الخارجي. المسار الخارجي عوامل التجلط الخاصة بيه بتتنشط امتى؟ في حالة وجود قطع في الاندوثيليال سيل، اي قطع في الجلد بتاع جسم الانسان الخارجي علشان ما يحصلش نزيف تتنشط عوامل التجلط وبالتالي تحدث الجلطة عشان تمنع النزيف. عندنا في المسار الداخلي ده في حالة وجود مشاكل داخلية في الجسم بيتنشط الفاكتورز بتاعته علشان تعمل برضو الجلطة. الفاكتور الانترنسيك باسواي الفاكتورز بتاعته بنقيمها بالاي بي تي تي، اختبار الاكتيف بارشيال ثرومبوبلاستين تايم، بينما البي تي او البروثرومبين تايم ده بيقيم الفاكتورز بتاعت الاكسترينسيك باسواي. ومن ثم احنا بنحول البروثرومبين تايم عن طريق المعادله الى INR عشان تبقى حاجه عالميه، ودي تقدر تشوفها في المحاضره النظري باذن الله. يلا بينا نشتغل تيست عملي. طبعا بنبدأ بسحب العينة على الأنبوبة الزرقاء اللي هي فيها الصوديوم ستريت بنسبة 1 من المادة المانعة على 9 من الدم. الصوديوم ستريت بيمنع عن طريق ان هو بيلغي دور الكالسيوم الموجود في العينه، وبالتالي احنا قلنا في الاكسترينسيك باسواي او في المسار محتاجين الكالسيوم علشان العمليه تتم، فانا بلغي دور الكالسيوم ومن ثم الرياجنت بتاعي بحطه برجع بيكون بيضاف فيه الكالسيوم وبيعيد تنشيط العمليه مره اخرى معمليا، واقدر اقيم زمن البروثرومبين هيحصل جلطه خلال كام ثانيه. زي ما احنا شايفين سحبنا 25 مايكرون ومن ثم بنسحب الرياجنت 25 مايكرون من البلازما بنحطهم في الكيوفيت، بعدين الرياجنت سحبنا كميه بتكون اكتر من احنا بنضيف 50 مايكرون من الرياجنت، لكن احنا بنسحب 75 او 100 مايكرون من الرياجنت عشان لما اجي اسحب ال 50 يكون عندي كميه كافيه، وبعدين بحضنهم مع بعض الاثنين 10 دقائق في درجه حراره 37 علشان الاختبار ده يتم زي ظروف جسم الانسان بالظبط، وانتظر ال10 دقائق وبعدين بيحصل هنشوفه دلوقتي. خلصوا ال10 دقايق هنيجي نسحب 50 مايكرون من الرياجنت، بعد كده بندوس على زرار اوبتيك وبنضيف ال50 مايكرون اول ما الجهاز يقول لي اكتف فوق ال25 مايكرون بلازما علشان السنسور، وده كله ده اوتوميتد، السنسور هو اللي يشوف اول ما يحصل ظهور فايبرين الجلطه يبتدي يعد الثواني ويشوف الجلطه دي اتكونت خلال كام ثانيه زي ما احنا شايفين، ويقول لي البروثرومبين تايم كام ثانيه. هنا البروثرومبين تايم 14 ثانية. الاي ان ار اتحول من المعادلة زي ما بتشوفوها في محاضرة النظري 1.9. المانيوال نفس الفكرة ولكن بشتغل في تيوب ازاز بره، انا بشتغل بشوف بعيني، الاختلاف الوحيد ان انا ما بعتمدش على جهاز ولا سنسور. بحط 100 مايكرون من البلازما في تيوب ازاز، وبرضه بحضر 250 مايكرون تقريبا من الرياجنت، واعمل انكيوبيشن برضه في درجة حرارة 37 لمدة 10 دقائق للجزئين البلازما والرياجنت. وبعد كده بعد ما ال10 دقايق يخلصوا ايه اللي بيحصل زي ما هنشوف دلوقتي. برضو بنسحب 200 مايكرون من الرياجنت ضعف كمية البلازما ال100 ونضيفهم ونشغل التايمر، وده بعينينا بقى احنا اللي هنشوف اول ونبتدي طبعا نميل الانبوبة. اول ما من 10 ثواني يفوتوا بدايه من الثانيه ال10 نبتدي نميل الانبوبه عشان نشوف ظهور الجلطه. هنا ظهرت الجلطه عند الثانيه 14 برضو، اول ما تبدا تظهر الجلطه معناها ان حدوث اتمام التجلط في 14 ثانيه ونحولها لاي ان ار. لو في حاجه مش واضحه اسال في الكومنتات وارد عليك. بالتوفيق يا رب، وما تنساش المتابعه.